يطلع خير رمضان من غير مناسبه يشتمني، وبعدين راح داخل شوبير يروح شاتم اهلي برضه بتاعي اهلاوي. طيب وبعدين بتقول لي تامر امين، وبعدين عيل من لجان الاهلي يبعت لي فيديو العنوان ابراهيم فايق اتذكر ياخد مرتضى غسيل ومكو. انا ما عنديش وقت اخش على ما فيش، بس شفت العنوان فرديت على ابراهيم لان العنوان بيشتمني. تمام؟ فناس كتير كلموني قالوا لي العنوان غير اللي جوه، عشان بقول له يا ابراهيم ما تزعلش. بيحطوا عناوينه. انا بقول لك هو ما تزعلش، انما انت لما يجي لك فيديو مرتضى منصور خد ابراهيم فايق غسيل ومكوى، لا هيبقى ليه رد، هيبقى ليك رد فعل، ورد فعلك اللي انت عملته بعد ده وكله شتيمه كله. انت المكتب ما ترفعوش بيه قضايا، هو حد يرفع قضايا ليه؟ لان في بقى دلوقتي لجان في الاهلي او لجان تبع عباس والعتال والشله دي يا استاذ محمد يا مصطفى. ها؟ انت فاكر لما تشيل صورتي من جنبك يعني هزعل؟ انت بتغلط يا محمد. انا قلت لك من فضلك اللعيبه مش ناقصه حد يوقعها، وانت كان ليك راي لما مصطفى فتحي فيديو على الهوا وقال لي انا عايز امشي، من يومها بتشتمه، ولما طارق حامد قال عايز امشي وسابنا انت بتشتمه. كلمتين هقولهم ومهمين جدا جدا، واتمنى ان هم يوصلوا لكل الناس في كل مكان، لان ده اول ظهور لي يمكن في برنامج على الهواء. كل الشكر والتقدير والاحترام لجماهير مصر بكافة انتماءاتها. شكر على كل كلمة كويسة اتقالت في حقي وحق اهلي اللي ربوني واللي تعبوا عليا. متشكر جدا جدا، على راسي على راسي على راسي. ومهما قلت مش هوفي حق مصر كلها في الكلام اللي اتقال، مش هوفي حد، مش هعرف اوفي حد حقه في الكلام اللي اتقال. فانا بشكر كل الناس، فعلا بشكر كل الناس. لو بايدي يعني الف على واحد واحد ابوس على راسه كنت هعمل كده. دي حاجه. الحاجه التانية، اللي عارف كويس مهنته الاعلاميه وعارف مدى سموها ومدى رقيها يعلم تماما انها مهنه بعيده كل البعد عن تصفيه الحسابات والمكايده او اي شيء من هذا القبيل. والمكايده هي ليست من اساليب الرجال. الرجاله لما بتختلف بتواجه وتصطدم بصدورها وقلوبها، انما لا تكايد. النقطة اللي انا عايز توصل لكل الناس في كل حتة، هفضل زي ما انا بنفس الطريقة بنفس النهج بنفس الاسلوب بنفس شغلي. انا لا اتأثر باي شيء ولا اتأثر باي خلاف او اي امور جانبية. في الاخر انا عارف انا عايز ايه، وعارف انا بطلع كل يوم لمين، ومقدر جدا شغلانتي، وعارف ان الهوا له تمن، وتمنه انه الناس تشوف برنامج رياضي محترم محترف في اخبار وفي تفاصيل وفي مناقشة للقضايا. اتمنى تكون رسالتي واصلة. انا عمري ما اكون الشخص اللي في خلاف ياخد جماهير في السكة. كلامي موجه لجمهور الزمالك، حاشا لله ان اكون هذا الشخص، مستحيل. ابعد ما يكون عن شخصيتي وعن تربيتي، ابعد ما يكون ان انا انسى وظيفتي الاعلامية واحولها الى اي شيء اخر. فده عهد على نفسي انا قطعه من زمان جدا 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 والناس عارفة، ولكني اجدده مرة اخرى علشان يبقى واضح بالنسبة للناس. انا اسف ان اخدت منكم دقيقتين، بس هم مهمين جدا جدا للشرح وللايضاح علشان يكونوا هم دول الميثاق اللي دايما بنتفق عليه. حين سكت اهل الحق لاهل الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق، لكن اللي حصل
ان اهل الحق ما سكتوش لاهل الباطل عشان اهل الباطل ما يقولوش احنا صح، ما يشتمش والشخص اللي يتشتم يسكت ان هو مش عايز يدخل في مشاكل. ممكن اهل الباطل ده، ممكن الشخص اللي شتم ده يقول لك ان انا على صح، الشخص ده فيه الصفات اللي انا قلتها عليه. لا، الشخص ده ما سكتش، طلع واتكلم ودافع عن نفسه، ولا شتمك باهلك ولا بحد ميت ولا الكلام ده خالص. هو كل الموضوع ادالك كلمتين في التمام وفي المظبوط، بس هو ولا قل ادبه ولا شتم بألفاظ ما ينفعش تتقال. هو ادالك كلمتين في المظبوط وادالك تمامك ودافع عن نفسه ووصل اللي هو كان عايز يقوله. كل إناء ينضح بما فيه. الإناء اللي جواه قلة أدب طبيعي لما نمد إيدنا فيه هنطلع قلة أدب ووساخة. وسيبك من الشتايم على كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ، لأنه ممكن يبقى سايبينك تشتم وتتكلم مع نفسك وهم شغالين. ما هو سيادتك هتعمل حاجة من الاتنين، يا هتشتغل وتشوف صفقاتك وتشوف النادي بتاعك محتاج ايه، يا هتتكلم وتشوف مين قال ومين عاد، والواد اللي بيشتم اهو هشتمه. سيادتك منصبك عالي جدا، منصبك حساس جدا، بس سيادتك لو مش عايز الناس تتكلم عليك وتشتم عليك نفس الموضوع، سيادتك ما تشتمش عليهم. سيادتك الشخص هو اللي بيغصب اللي قدامه ازاي يعامله. انا لو عايز الناس تعاملني كويس طبيعي لازم اعامل الناس دي كويس. ما ينفعش ان اشتم واحد وابقى مستني ان الواحد ده يمدح فيا. طب ازاي؟ ده عكس طبائع الاشياء. فسيادتك ما تدخلش نفسك في مشاكل ولا تشوف مين قال ومين عاد والعيل اللي كاتب لي كومنتس بيقول ايه الشغل ده. بس الايام ديت سيادتك موجود في نادي الزمالك، اقل ما فيها لو في لاعب عايز ينضم لنادي الزمالك لو شاف الكلام اللي بيحصل ده والمشاكل اللي بتحصل ديت طبيعي مش هيمضي لنادي الزمالك، حتى لو هيمضي لنادي اقل جدا من نادي الزمالك. وبس كده، وكان معكم ابو حمزة من قناة خط النص، والسلام عليكم.